بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم ريفيو على كتاب الماثماتكس لسنه رابعه ابتدائي او برايمري 4. وتعالوا نشوف جواه ايه. قبل ما نشوف جواه ايه هنعلق على سعر. انا معلقه على سعر المعاصر على طول 265 بكتاب المراجعه. طبعا الاسعار زادت قوي السنه دي قوي قوي قوي. تعالوا نشوف جوه الكتاب ايه. جوه الكتاب زي ما اتعودنا الكتاب الاصلي والكتاب المراجعه والكتاب الصغير بتاع اختبارات بتاع حل الاختبارات. طيب، في الاول كده تعالوا نشوف الكتاب مميز في ايه. او كالعاده احنا عارفين المعاصر مميز، ولكن السعر المره دي غير. السعر الصراحه الورق زي ما هو، الخامات زي ما هي، الكفاءة زي ما هي، ولكن الأسعار بصراحة غالية شوية شويتين تلاتة. والأهالي لما يبقى عندهم أكتر من طفل الموضوع بيبقى معدي شوية. وكمان لما يبقى عندنا أكتر من مادة للطفل الواحد فالموضوع بيبقى كبير. في زي ما احنا متعودين مع المعاصر اكسرسايز كتيرة جدا لكل حاجة، للساعة اهو بصوا مراجعات قديمة وحاجات حاجات المنهج الجديد، وما شاء الله زي الفل في الاختبارات والامتحانات. هنا طبعا في اسئلة في الاخر. لا مفيش اسئلة في الاخر. طيب، الاسئلة كلها والمالتي تشويسز في الكتاب ده. كل يونت وبعديها اختبار، كل يونت وبعديها اختبار. تعالوا نشوف الكتاب المراجعة. هو ده اللي بيبقى بصراحة اختبارات بقى السنين اللي فاتت والحاجات دي، ونشوف عاملها ازاي. عامل على كل يونت وعلى كل درس اختبار. تمام، يعني بيناقش حاجة بحاجة، درس بدرس. بعد كده اهو بتاع التايتل بتاع اليونت والليسون، وبعدين هنشوف بقى الأسئلة بعد ما يخلص الليسونز. ده الأسئلة الشهرية. مثلا شهر أكتوبر عامل له تيست، حلوة دي. تمام، وبعدين كام تيست الأكتوبر؟ 3 تيست الأكتوبر. كام شهر نوفمبر؟ عامل 3 برضو لنوفمبر. وبعد كده عامل ريفيجن عامة. وانا اهم حاجة عندي ريفيجن عامة، لان الولاد عندنا هيمتحنوا خلاص، واول سنة يمتحنوا فيها، فلازم يتدربوا على الاسئلة بتبقى شكلها ايه. وهنا المعاصر موضح ان هو السؤال ده جه في الجيزة وجه في الدقي وجه في 6 أكتوبر. يعني كل ما الأسئلة بقت منتشرة في أكتر من محافظة، يعني السؤال ده مهم جدا، فلازم نتعود على طريقة السؤال. وهكذا هنا بالأحمر كل الأسئلة جاية في محافظة ايه. تمام. في على General Revision Unit 2، دي كانت الأول General Revision Unit 1. طيب تعالوا لغاية يونت 4 نفس الكلام. يونت 6 8. بعد يونت 8 عامل Direct Exam. طيب تعالوا نشوف برضو هنا اختبار المحافظات كامل. تمام، وجايب هي في مدرسة ايه، المنار اسلامك لانجوج سكول والعجوزة وهكذا. يعني جايب اسم المدارس اللي ممتحنة. مثلا في الجيزة الامتحان ده حلو، يعني داخل جوه، بس مش جوه المحافظة، لا كمان داخل جوه المدارس. هنا جايب اسماعيلية. تمام، محافظة اسماعيلية، محافظة بورسعيد. تمام، جايب جميع اختبارات المحافظات، ودي حاجة حلوة بحيث ان جميع المحافظات اللي هيشتري من اي مكان عارف المحافظة بتاعته جابت ايه في الامتحانات السنين اللي فاتت، وممكن يجيله بطريقة تانية من محافظة تانية في مدرسة تانية. دي اختبارات عامة وشاملة، وطبعا دي على السنة كلها. دايما لما تلاقي اختبار محافظة او جايب عنده محافظة يعني اختبار ايه، السنة كلها. طيب هنناشد مع بعض زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات على السعر. ويا رب يخلوا بالهم في الترم الثاني من الاسعار، لان الاسعار اصبحت عالية جدا، والموضوع بصراحة بقى زيادة.
ويا رب يا رب يعني شركة المعاصر اللي بتطبع المعاصر تسمع مننا. الأسعار بقت زيادة بالذات في كتاب المعاصر، أكتر شيء لقيت الأسعار زيادة فيه. وبالتوفيق للجميع، ويا رب يا رب يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم في القناة. مش هنشرح في القناة ماس لرابعة، ولكن بنشرح عربي ونحو، وهنشرح كمان من اول زي ما تعودنا من اول كي جي 1 لغايه تالتة ابتدائي جميع المواد، مواد التأسيس. و متنسوش سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، وبالتوفيق للجميع.